الزمالك، متى تنتهي مشاكل الزمالك؟ الزمالك يمر لعدة أعوام بيمر بالعديد من الأزمات، الأزمات المالية. المشاكل دي ما بتخلصش، كل يوم في مشاكل جديدة. متى تنتهي مشاكل الزمالك دي؟ ومتى الزمالك يرجع كسابق عهده؟ هنعرف الكلام ده مع بعض، بس قبل ما نعرف الكلام ده أرجو من حضراتكم عمل إعجاب بالفيديو ده والاشتراك في القناة. يلا بينا. في لقاء كده واتكلم عن الحلول عن أزمة الزمالك دي. فمن ضمن الحلول اللي بيتكلم عليها دكتور كمال درويش، اتكلم ان الزمالك عشان يوفر سيولة مالية او يتخلص من الازمات اللي هو فيها يلغي الالعاب التانية غير كرة القدم، او مثلا يلغي الالعاب الفردية. وطبعا دي وجهة نظر، بس الزمالك نادي عريق يعني، في جمعية العمومية وفي ناس بتشجع عن الالعاب الفردية دي وليها محبين في نادي الزمالك. فبصراحة يعني هو اقتراح يعني ما بين غير مقنع. المفروض تبقى فيه حلول تاني. هو طرح قال لك انك الزمالك بيعتمد كان يعني الدولة كانت يعني يعتبر الدولة كانت بتصرف على الاهلي والزمالك ورجال الاعمال. بس الدولة من يوم ما رفعت يديها من الاهلي والزمالك ورجال الاعمال برضه، ودلوقتي بقت رجال الاعمال مش هترمي فلوس في مكان غير لما تكون ايه عارف يعني ايه هتدخل الكد فلوس دي تاني يعني. مش هيرمي فلوسهم كده وخلاص. ده حتى لو فكر ان محبين رجال اعمال من نادي الزمالك، الزمالك محتاج مبالغ كبيره. فالفكره ان كان ان ممكن تعمل شركه كوره في نادي الزمالك. بس برضو ما حته ان الزمالك في دوامه مشاكل ما بتخلصش. ف يعني حتى رجال الاعمال لو حبت تساهم ماشي، هي الشركات لازم تاخد فتره على ما توقف على رجليها، وفي البدايه وبيبقى في صرف. بس اكيد بتبقى في ايه رؤيه مستقبليه. لكن الرؤيه المستقبليه بتاعت الزمالك مع الاسف مش مظبوطه. المفروض اللي يحصل ان يطلع المسؤولين في نادي الزمالك يصرحوا كده للجماهير، والله احنا هنعمل خلال سنتين او 3 سنين هنبني نادي الزمالك من جديد، نتخلص من المشاكل القديمه. يعني المفروض تبقى التعاقدات في اضيق الحدود، يعني يلتزموا بالتعاقدات، يخلص التعاقدات القديمة دي وما عليها من مشاكل. مش هروح اتعاقد مع لاعبية جديدة ومشي اللعيبة الجديدة دي وتحصل مشاكل ومدربين جداد وتحصل مشاكل جديدة. انا عايز اتخلص من المشاكل القديمة تحصل مشاكل جديدة. لا، ما هو ده اللي دخل الزمالك في نفق مظلم. انت تعالى وصارح الجماهير، قول بالظبط انا قدامي سنة 2 3، والله مش هشتري تعاقدات لعيبة جديدة، هعتمد على قطاع الناشئين ولاعيبه مصر. يعني لعيبه مصر كلها شبه بعض على فكره، ما فيش فروقات كبيره يعني. فالجماهير هتتقبل الكلام ده لو في فعلا خطه واضحه، خطه مرسومه ان الزمالك يرجع صعب عهده. اصل الزمالك كده لو استمر في الحال دي انت بتخش في نفق مظلم. انت مش بتحل مشاكل جديدة، انت بتجي تحل مشاكل قديمه وبتعمل مشاكل جديده. يعني بتمشي مدربين، المدربين دي بترفع عليك قضايا، وبتمشي لعيبه واللعيبه دي بترفع عليك قضايا، وتروح تشتري لعيبه جديده ومدربين جديده بتعمل عليك قضايا جديده. فانت داخل في نفق مظلم. انت يعني حل مشاكلك وما تعملش مشاكل جديده. ده حل نادي الزمالك، وحله في ان الناس المسؤولين في نادي الزمالك يصارحوا الجماهير بالمشكله. والله يقول لك احنا هنستنى سنه 2 3 هنعمل 1 2 3 4. والله والجماهير معظمها هيتقبل كده كده. الجماهير في دوامه، فعندهم استعداد تتقبل اي افكار، بس تبقى ناس يعني افكار يعني ايه افكار واضحه. افكار واضحه يعني ايه وافكار واضحه ومدروسه عشان الجماهير تقدر تتقبلها. لكن كل اللي بيجي يمسك في نادي الزمالك كله بيبص لمصلحته. غلط، غلط. خلاص ما استناش ارض 6 اكتوبر. والله كانت الزمالك معلق كل امال عليه. يعني هو كل مصدر دخل نادي الزمالك 6 اكتوبر. يا جماعه خلي الناس تشتغل صح. احنا في عصر دلوقتي، في عصر رقمي، في عصر رهيب يعني. في اكتر من مورد. نادي الزمالك اسم كبير براند. يقدر الزمالك لو في ناس شغاله صح هيتدخل يعني. بس انت المشكله انك انت حتى لو دخلت فلوس فانت بتعمل مشاكل. الزمالك محتاج مبالغ كبيره. يعني حتى لو يعني لو في رجال اعمال او محبين حبوا يساهموا
نحل مشاكل نادي الزمالك دي. الزمالك محتاج مبالغ كبيره جدا. فعشان كده انت محتاج ترتب امورك، والله تبقى عندك خطه واضحه خلال 3 سنين 4 سنين، انا هعمل 1 2 3 4. مش هتعمل مشاكل جديده، مش هتعمل تعاقدات كبيره، مش هتشتري لعيبه باسعار كبيره وعقودات وبعد كده يعملوا عليك مشاكل. انك انت يعني بتكلكع المشاكل اكتر ما هي مكلكع، وبتجيب مشاكل جديده. والله انت كل الفلوس بتخش لك من اي جهه بقى بتصرفها في مشاكل قديمه وتروح عامل مشاكل جديده. ده غلط، هو ده اللي مدخل الزمالك في سكه توهان. فحلة زي ما قلنا شركة كورة والله رجال أعمال تمسكها، بس تبقى في خطة واضحة خلال 3 سنين. الزمالك والله هيعتمد على الناشئين، هيعتمد على اللعيبة مثلا اللي عقودها خفيفة خالص، والله فيها هيبقى اعتماد مالي موجود. اللعيبة دي المدربين دي الجماهير تصبر، الجماهير تصبر كده كده صابرة، فالجماهير تصبر أكتر طالما في خطة واضحة إن الزمالك يرجع سابق عهده. ده حل نادي الزمالك. وده يعني كلام اتكلم امبارح دكتور كمال درويش، يعني انك تلغي الالعاب الفرديه. انت مش تلغي الالعاب الفرديه، على الاقل توقف الالعاب الفرديه دي سنه ولا 2، توقف الصرف عليه وتوقف الدنيا دي عليه لغايه ما الزمالك يرجع يوقف على رجليه تاني. لكن تلغي الالعاب دي بصراحه مقترح مش تمام. وطبعا من ضمن كلامه كعقليه كل الزملكاويه دكتور كمال درويش اللي فاجأني يعني، واتكلم بنفس عقليه الزملكاويه، ان اتكلم عن النادي الاهلي يقول لك الاهلي بيصرف عليه ومش عارفين. يا جماعه النادي الاهلي والزمالك كانت الدوله هي اللي شايلاهم. الدوله لما رفعت يديها دلوقتي من الاهلي والزمالك، الاهلي ساند نفسيه. انتوا يا اخوانا بصوا على الاهلي اخر سنتين المداخيل اللي دخلها، فريق لعب في كاس عالم انديه او كاس عالم انديه، غير اخر كان بطوله افريقيا دول ماخدهم. ده غير انك انت بايع لعيب زي عبد المنعم ب 5 مليون دولار، وبايع لك لعيب زي وسام ابو علي بتاع 7 8 مليون دولار، ومعاك بتاع 15 مليون دولار بتوع كاس العالم انديه، وغير اللعيبه اللي مشت من عنديك وبعتها. دي كلها يعني انت بتكلم لك في 30 40 مليون دولار، يعني مداخيل كبيره. ده غير طبعا شركه الكره اللي عاملينها، وفي في دعم رجال اعمال. مش هقول ما فيش دعم رجال اعمال، بس رجال الاعمال دي ما بتدعمش غير لما تكون عارفه ان ايه عم تستثمر فلوسها. فعشان كده هو النادي الاهلي تحسه تلاقيه واقف على رجليه. غير الكلام الكثير طبعا على عقودات اللعيبه العاليه في النادي الاهلي اللي طبعا ما حدش يقدر ينكرها. بس انت لعيب يعني مثلا زي زيزو تريزيجيه، اللعيبه دي جالك فري. يعني انت اللعيبه دي لو كنت هتشتريها من اي نادي على الاقل كنت هتدفع فيها 3 4 مليون دولار. فاللعيبه دي جالك، يعني انت لو واحد باخد 100 مليون ولا باخد 200 مليون، فهو خلاص انت يعتبر جايبه بنص ثمنه. انت لعيب زي امام عاشور انت جايبه ب 3 مليون دولار غير عقده. فما بالك اللعيبه دي جالك فري، زيزو جالك فري، تريزيجيه جالك فري، بن شرقي جالك فري. اللعيبه دي يعني يعتبر انت جايبها بنص ثمنها مهما اخذت عقد كبير. فالناس باصه ان اللعيبه بتاخد عقود كبيره، واللعيبه اللي في النادي الاهلي يعني في سنه صغيره، مش هنكذب على الكلام ده. بس هي الكوره، هي الكوره في العالم كله. يعني ما لو رحت قعدت الدوريات الاوروبيه مش هتلاقي، لازم هتلاقي في فروق، في فروق. عايزين العقليه تتغير، عقليه اللعيبه تتغير. والله احنا يا ريت تدي، يعني نشوف اللعيبه تدي مجهود وتدي اداء على كد الفلوس اللي بتاخدها. الناس هي مستغربه ازاي انت الاهلي بيصرف الفلوس دي كلها على منتج زي الدوري بتاعنا. يعني مثلا المكافاه بتاعته ما تعديش 5 مليون 5 مليون وكلام من دي، ولا الكاس ماشي. بس يا اخوان انتوا بصوا الامور، في امور تسويقيه، في الاهلي بيلعب كاس عالم انديه وبطوله افريقيا. اكيد الناس اللي ماسكه في شركه الكوره النادي الاهلي الناس شغاله مش هقول لك شغاله صح 100%، بس على الاقل الناس دي شغاله وعارفه المداخيل اللي داخل وطالع. فالناس بتتكلم على عقودات زيزو موضوع زيزو اللي مش عايزه تخلص. زيزو لعيب جاي فري. زيزو غلطة الزمالك الكبرى. الزمالك كان ممكن يخش من ورا زيزو يدخل، كان يحل كل المشاكل عندي. الزمالك كان قادر يدخل 10 مليون دولار من خلال زيزو لو باعه، كان حل كل المشاكل عندي. يعني عقبة الزمالك كل ما بتكلم عليه كان ممكن لعيب زي زيزو تحل، بس انت لعيب ما عرفتش تدير المشكلة عنديك او تدير قضيته. يعني لا انت عملت له عقد وهو ولا عرفت تبيعه. فمن ضمن مشاكل شغال تتكلم وترمي على النادي الاهلي، والناس تتكلم وترمي على النادي الاهلي. زيزو بقبض 100 مليون ولا بقبض لعيبه جايه فري يا جماعه، لعيبه انت مش دافع فيها فلوس. فطبيعي خلاص انت بتجيب لعيب 3 4 مليون دلوقتي وغير عقده، فما بالك لعيب ده جايب على كده. يعني ما بكلفاش عندك عقد يعني في السنه بتاعته، ما كلفاش مليون دولار من عندك او 2 مليون دولار.
بس طبعا زي ما شفنا طبعا نفس عقليه الزملكاويه دكتور كمال درويش ملحوظه بتاخد عليه ان اتكلم قال لك الاهلي طبعا بيساعد مش عارف من ايه وايه. يعني كلام كان مش واضح يعني بالظبط يعني ما اتكلمش بشكل واضح، بس واضح من كلام بيتكلم في الجزئيه دي. ما علينا. زي ما قلت ده حل مشاكل نادي الزمالك خلال 3 سنين، خطه واضحه. اه والله تعتمد على الناشئين، تعتمد على اللعيبه اللي اسعارها خفيفه خالص وعقودها خفيفه، وتكون مخصص لها مخصص مالي، ومدربين كذلك. كله يبقى يعني بالمتاح، او معمول له بند مالي موجود، عشان ما تعملش مشاكل جديده. ده حل نادي الزمالك. لو سبنا نادي الزمالك ورحنا لمنتخب مصر، حسام حسن يعني احنا مش عارفين الكرة المصرية رايحة بينا لفين. يعني احنا فشل في المنتخبات كلها، معظم اقول منتخبات كلها فشل. الافريقية بتتقدم الا ان احنا متأخر، مع ان احنا وسط الضلمة دي عندنا شعاعين منورين. المفروض الشعاعين دول ينوروا الصورة كلها. بس اللي هم الشعاعين طبعا بتكلم على نجمنا الكبير محمد صلاح والنجم عمر مرموش. عندنا لاعبين اتقال جدا، مهاجمين اعتى الفرق في اوروبا، اقوى فرق اوروبا، الدوري الانجليزي، ومع ذلك عندنا مشاكل كبيره. ليه المشاكل دي؟ امتى حننتهي المشاكل دي؟ كابتن حسام حسن الحمد لله ربنا كرمنا وصعدنا الكاس العالم، مع ان الجماهير ما حستش يعني فرحه. خلاص يعني الناس بسبب مشاكل اتحاد الكوره ومشاكل المنتخبات ومشاكل الكره المصريه فقدت الشغف بالمنتخب. فجاي انت هي طبيعي الناس فقد الشغف، فانت تزود المشاكل. حسام حسن طبعا من اول ما مسك مدرب المنتخب، انا قلتها من زمان وبقولها، اهلي زمالك منتخب مصر ما ينفعش معاهم مدرب مصري. احنا ينفع معانا مدرب الاجنبي ايا كان، حتى ما نتقبل فشله بتقبل كل دنيته، لكن المدرب المصري ما بينفعش معانا. عشان كده كابتن حسام حسن كان عليه اعتراضات من يوم ما مسك، وهو حاسس نفسه دايما تحت ضغط وانتقادات، وبيطلع يرد على الصحفيين ويرد على النقاد ويرد على الناس. احنا من اول ناس قالت ملحوظات على حسام حسن ان هو متهور، بس احنا قلنا يمكن هدي شويه وبرضه عامل السن والكلام ده، بس زي ما هو يعني بعد المباراتين الوديتين الاخيرين دول شفنا تصريحات يعني غريبه. يعني ايه يقول ان عندي محترفين اوروبا؟ انت بتقلل من لعيبتك المصريه وبتقلل من لعيبتك المحترفين ازاي يعني؟ بصراحه انا حسام حسن يعني داخل في سكه كده تقريبا بنسبه كبيره هو مش مكمل مع منتخب مصر الكاس العالم، اخره تقريبا هيبقى بعد كاس الامم. لان احنا بنسبه كبيره والله مش عايزين نبقى متشائمين، هنتامل خير ان شاء الله ربنا كرمنا نعمل حاجه، بس على المشاكل الموجوده والنفق المظلم اللي داخل بيه حسام حسن ما اظنش. فتقريبا حسام حسن هو اخره مع المنتخب كاس الامم، مش هيستمر معانا كاس العالم. نتمنى. احنا يعني بقول لك عندنا احسن لاعبين في العالم يعتبر دلوقتي. ليه بالمستوى ده؟ عندنا لعيبه محترمه، عندنا احنا اختيارات اللعيبه دي. احنا شغال الناس تتكلم عن اختيارات اللعيبه، احنا منتخبنا معروف من حراسه المرمى. معاك محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، معاك احمد الشناوي قادر ابحر. لو رحنا خط الدفاع ان شاء الله بعوده محمد عبد المنعم، معاك حسام عبد المجيد، معاك رامي ربيعه. يعني انت مش هتخرج يعني دول اعتبرهم الثلاثي الاساسي معاك في الدفاع. تمام. لو رحنا الباك اليمين طبعا لا خلاف ان معاك محمد هاني. لو رحنا الباك الشمال طبعا لا خلاف ان معاك محمد حمدي، بعودة فتوح اللي هي ان شاء الله نستمر ان نتمنى من فتوح يركز الفترة الجاية دي، لان هو باك شمال محترم، يعتبر هو باك اساسي للمنتخب الفترة الجاية باذن الله لو ركز. هو الباك الشمال بتاعنا. نص الملعب طبعا معروف عندك ان شاء الله مع عودة امام عاشور ومروان عطية. طبعا الجزء القدامي طبعا معروف ما بين زيزو وتريزيجيه ومحمد صلاح ومرموش ومصطفى محمد. فمش عايزين يعني لعيبه، يعني الناس اللي تقول في اختيارات حسام حسن بيختار لعيبه ومش عارف لعيبه. طبعا عندك ابراهيم عادل طبعا، يعني اختيارات لعيبه معروفه عندنا يعني زي بمعنى صح قد غنماتك جح. فخلاص مش عايزين، احنا عندنا 80 مليون محلل وكل واحد عايز يختار لعيبه على هواه، وتشكيلتنا معروفه. فنتمنى ان شاء الله استقرار الفتره الجايه للمنتخب،
ونشوف المنتخب يقدم صورة كويسة، ربنا يكرمنا في كأس الأمم. وإن شاء الله نشوف بعد كده الوضع هيبقى إزاي، هل هنتعاقد مع مدرب أجنبي جديد ولا هيكمل معنا حسام حسن اللي ما أتوقعش إنه يكمل. وبكده بس انتهى كلامنا النهارده، أتمنى من حضراتكم عمل إعجاب بالفيديو دي والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.